خير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم، فانيليا وشوكولاته. هنعملهم دايت. هنبتدي هنا معانا كوبايه الا ربع كريم، كريم شانتيه بس، اللي هي الخام من غير سكر. ومعايا هنا معلقتين سكر كبار دايت. ومعايا هنا معلقه كبيره كاكاو خام. وعندي فانيليا، وعندي السيرب ده بجيبه دايت للحلويات، للكنافة، للقطايف، لأي حاجة. وعندي هنا نص كوباية لبن مثلجة. هبتدي أضرب الكريم شانتيه. هحط الفانيليا، وهحط حوالي معلقتين كبار. وهبتدي انزل بالسكر وهخفق. وكده وصلت للقوام ده اللي انا عايزاه. هبتدي اخد منه شوية في علبة عشان ده يبقى فانيليا، وبعد كده نضيف الشوكولاتة. ممكن بقى تفرغوه في العلب اللي انتوا عايزينها، سواء صغيرة سواء كبيرة زي ما انتوا عايزين. انا عشان عايزة كمية الشوكولاتة اكتر، فانا هنا هحط في علبة صغيرة الفانيليا. هبتدي انزل بقى بالكاكاو بتاعي. وكده خلص معايا الايس كريم الشوكولاته. لو حابين وانتوا بتغرفوه في العلبه تحطوا بين الطبقات صوص شوكولاته، او تحطوا قطع شوكولاته زي ما انا هعمل. دي شوكولاته لايت كورونا، جبتها وقطعتها قطع بالمنظر ده، وهخلطها كده. ولو حابين هي برضو نسيحها على حمام ماء ونعمل منها صوص شوكولاته، نزين بيها في الاخر عند التقديم، او نحطه بين الطبقات. هبتدي احطه في العلبة بتاعتي، واحطه في الفريزر. ويا حبذا لو قعد يعني ليلة كاملة، بس كل ساعتين هديله تقليبة عشان يطلع كريمي. وده ايس كريم الشوكولاتة بعد ما جمد، وده الفانيليا كنا حاطينه في علبة صغيرة. زي ما احنا شايفين كريمي وجميل.
وده بعد ما حطيناه في الاطباق، او لو حابين تحطوه بسكوت او تقدموه مع لو حابين اي صوصات، كراميل، شوكولاته، فراوله، اي صوصات انتوا عايزينها، مكسرات، بسكوت، ممكن يتقدم بكذا طريقه وحسب ما انتوا تحبوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.